السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم مجددا على قناتي وقناتكم وصفات بسيطه من مطبخي. فيديو جديد ان شاء الله. غادي نحضر معكم الدجاج مشرمل محمر بطريقه جد رائعه. نشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. عندنا في البانيو معلقه ديال سكينجبير، نص معلقه ديال الابزار، عندي معلقه صغيره ديال الخرقوم، شويه ديال الزعفران كما غتشوفوا معايا في لا فيديو، وعندي شويه ديال الملح على حساب الذوق، شويه ديال العطريه ديال الدجاج، ثومه، عندي 2 مكعبات ديال الضماء، عندي قزبر ومعدنوس. عندي اول حاجه غادي نديروها اننا غادي نفرتو هاد 2 ضمات مكعبات ديال الضماء اللي كيعطيو واحد اللون والمذاق عفوا هائل في هاد الشرموله. غادي نحاولوا نفرتوه باش يجي لنا ساهل في التخلاط. وغادي نضيف 2 معالق ديال الخل، ما عنديش الحامض، والاشاره هاد الخل، هاد النوع ديال الخل يعني ديال الحامض كنعوضوا به الحامض، واخا ما يكونش الحامض كنخدموا به، يعني الخل ديال الحامض حتى هو كيعطي واحد المذاق هائل في الشرموله. يعني هادو هما المقادير باش غادي نديروا هاد الشرموله اللي هي شرموله بسيطه يعني ومعروفه عند كل شيء العيالات. غادي نضيف واحد شويه ديال الماء باش غادي نخلط هاد العناصر اللي عندي كما غتشوفوا معايا في لا فيديو، وغادي نحرك نخلط كاملين هاد العطريه مع بعضياتها هي الاولى. عاد غادي نضيف القزبر والمعدنوس اللي مقطع حتى هو رقيق كما كتشوفوا معايا. كيبان باللي يعني هاد الخلطه كتبان شويه قاصحه، غادي نضيفوا لها شويه ديال الماء، يعني الماء عندنا ميزاننا. غادي نخلط العناصر كامله مع بعضياتها حتى يعني تخلط، نشوفها راهي تخلطت كامله. تحلت الملحه مع هذيك العطريه اللي كاينه كامله، وغادي نبداو ان شاء الله باش نشرملوا الدجاجه الاولى ديالنا كما غتشوفوا معايا في لا فيديو. يعني بين الجلده وبين اللحم دوك الفتحات كندخلوا فيهم الشرموله باش كيعطيو واحد البنه في العنق، يعني في الصدر ما كنخليو حتى بلاصه فين ما بانت لنا شي فتحه كندخلوا فيها الشرموله، ونديروا لها الشرموله على برا كما كتشوفوا. اللون يعني هائل بداك شويه ديال الزعفران اللي درنا والمكعبات ديال الضمه ديال البنه كيعطيو واحد اللون ما شاء الله زوين كما كتشوفوا معايا في لا فيديو. والزوين في هذا الشيء هو اننا كنديروا فتحات في الصدر، ولا كما كنقولوا حنا بالدارجه في الدمر ديال الدجاجه، لان ديك البلاصه شويه كتستعصى في الطياب، كنديروا فيها فتحات وكندخلوا فيها ديك الشرموله باش كتعطي واحد المذاق جد هائل. وصدقوني البنات هاد الشرموله بحال الطياب ديال العراسات. هكا كنكونوا كملنا الدجاجه الاولى في الشرموله ديالها، وغادي نشرملو الدجاجات الثانيه باش ما يجيليش لا فيديو طويل. غادي نشرملو الدجاجه الثانيه ونوليو نتلاقاو باش نكملوا الوصفه ديالنا ان شاء الله. هي تقريبا الدجاجه الثانيه حتى هي ساليناها، حنا كنثقبوها في دوك البلايص ديال الدمر كما كتشوفوا معايا باش كتعطي واحد المذاق هائل، يعني الشرموله كتدخل فيها في كل بلاصه. دابا تقريبا حنا سالينا الدجاجات بجوج بهم باش ما يجينيش لا فيديو طويل، يعني نقصت من التصوير. والزوين في الامر ان اليوم خرجوا لاستيكات اللي كنشدوا بهم الدجاج باش ما كيتحلش، يعني كنربطوها بلاستيك ما كنخافوش كاع غادي تحل كما غتشوفوا معايا في لا فيديو. يعني لاستيك خاص ديال الدجاج كما غتشوفوا معايا. غادي نربطوهم باش يعني واخا درناهم يطيبوا ما كيتحلوش. طريقه يعني جد جميله وجد رائعه، يعني كل حاجه عندها الحل ديالها. صافي غادي ندوروا لها لاستيك اللي عندنا. صافي ما يعني كنزيروها مزيان وما كنخافوش يعني غادي تحل لنا بالرجلين ولا. صافي وكنحطوها نفس الشيء غادي نديروا للدجاجه الاخرى.
صافي. وغادي نرقدوهم، عفوا غادي نتكوهم بالسفود، خاصة في الصدر، البلاصة ديال الدمر. نحاولوا نديروا فيها ثقب عديده باش كطيب وباش كيدخل فيها داك المرق. ملي كنديروها طيب غادي نتقبوها مزيان. يعني كما كتلاحظوا معايا في لا فيديو كنركزوا على الجهه ديال الصدر، هذاك الدمر هو اللي كنركزوا عليه. غادي نعاودوا نفس الطريقه غادي نديروها للدجاجه الثانيه. غادي نشدوها بلاستيك كما غتلاحظوا معايا في لا فيديو، وما غاديش نخافوا لا تحل لا والو. وغادي نغطيوه بابي الومنيوم ولا سولوفان ولا ميكا، المهم اللي كان موجود عندنا في الكوزينه. غادي نغطيوهم وغادي نديرهم في الثلاجه. غادي نديرهم في الثلاجه كما سبقت وقلت لكم، وغادي نخليهم ليله كامله. وغدا ان شاء الله غادي نجبدوهم باش غادي نطيبوهم. غادي نكملوا الوصفه حتى الاخر. كما قلت لكم غادي نديرهم في الثلاجه وحتى الغدا ان شاء الله، وغادي نكملوا الوصفه مع بعضياتنا. هنا البنات في الطنجره كما كتلاحظوا معايا شلضنا البصله في الدجاج. شحال ما كانت كثيره كتكون التغميره كتكون زوينه. قطعنا تقريبا 2 كيلو ديال البصله، شلضناها يعني رقيقه، قطعناها للمربعات صغار ودرناها في الطنجره كما كتلاحظوا معايا في لا فيديو. شعلنا البوطه على نار مهيله. دابا غادي نحطوا الدجاجات ديالنا كما غتشوفوا معايا في لا فيديو. غادي نحطوهم على الصدر ديالهم يعني باش يطيبوا لنا، وضروري يعني النار تكون مهيله. غادي نخليو هذيك البصله تشحر واحد شويه، وغادي نديروا العطريه. يعني دابا هي العطريه ما غاديش نكثروا، غادي نديروا نص معلقه صغيره من يعني من العطريه اللي عندنا، لان ديجا رحنا دايرين العطريه في الشرموله. غادي يعني غادي نديروا المقادير كما غتشوفوا معايا. غادي داك البقايا ديال الشرموله اللي شاط ما غاديش نرميوها، حنا درناها في الطنجره كما كتشوفوا معايا. وغادي نضيفوا المقادير الاخرى. غادي نديروا تقريبا معلقه صغيره ديال الخرقوم، نص معلقه ديال الابزار، نص معلقه ديال الخرقوم كما قلت لكم. غادي نديروا معلقه كبيره، معلقه عفوا صغيره ديال السكينجبير. وحتى نمرقوا يعني نمرقوا الدجاج ديالنا. عاد غادي نديروا العطريه. ما بغيتش نحرق المراحل. من وقت لوقت غادي نبقاو نهزوا هاد الدجاجات يعني باش ما تلصقش الجلده ديالهم، وحنايا دايرين الماء يطيب. دابا غادي نضيفوا الماء كما غتلاحظوا معايا، الكميه ديال الماء اللي غادي نحتاجوها في الدجاج. وبطبيعه الحال البصله غادي تطلق لنا الماء، يعني ما غاديش نكثروا الماء. حنا كنعرفوا بلي البصله كتطلق الماء. الماء راه داير السبوله كما كتشوفوا معايا، كما كنقولوا حنايا بالدارجه. ودابا عاد غادي نزيدوا العطريه باش يعني العطريه ما تحرقناش. غادي نضيف معلقه صغيره ديال الخرقوم، وغادي نضيف نص معلقه عفوا ديال السكينجبير اللي ضفنا دابا. الله يثبتنا. غادي نضيفوا معلقه صغيره ديال السكينجبير، نضيفوا نص معلقه ديال الابزار على راس معلقه، يعني المعلقه الصغيره على الراس ديالها. وغادي نضيف نص معلقه عاود صغيره ديال الخرقوم، يعني نفس العطريه اللي درناها هي اللي غادي نضيفوها. الملحه ما غاديش نديروا الملحه حيت درنا الملحه الكافيه في الدجاج، غادي يطلق هذيك الملوحيه في المرقه ديالنا. وغادي نضيفوا جوج ديال الاوراق ديال سيدنا موسى، جوج وريقات. من بعد ما غادي نغسلوهم غادي نضيفوهم حتى هما كيعطيو واحد المذاق رائع في الدجاج. يعني هادو هما المقادير اللي غادي نديرو. وغادي نحركوا العطريه مع البصله ومع يعني الخليط اللي عندنا. نحاولوا نخلطوا باش غادي يعني العطريه كاع تفوت في الطنجره كامله كما غتشوفوا معايا. صافي. وغادي نسدوا على الطنجره ونخليوها طيب على نار مهيله. من بعد ما غادي يطيب الدجاج غادي نجبدوه، غادي نديروه يستقطر، وغادي نحمروه ونتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا الطبق الاخر
الدجاج ديالنا. من بعد ما شفتوا معايا الطريقه، يعني هذا هو الدجاج ديالنا اللي طيبناه. من بعد ما شفتوا معايا الطريقه ديال الشرموله ديالو، ديال الطياب ديالو، يعني طريقه جد رائعه. درنا معاه شويه ديال اللوز للتزيين، شويه ديال الزيتون، وهذا هو الطبق ديالنا كما شفتوا البنات. من بعد ما شفتوا معنا جميع المراحل ديال التوجد ديالو، نتمنى انه يعجبكم. اللي شاف لا فيديو عجبو نتمنى انه يشترك في القناه ويفعل زر الجرس باش يتوصل بكل جديد فضلا وليس امر. ما لي بقى لي البنات الا انني نقول لكم الى اللقاء، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.